مبررات وجوده. هذا النظام بيستند على احتكار السلطة والثروة والمجال العام، وآن لنا أن نتحرر من هذا. إزاي؟ يعني ببساطة شديدة احتكار السلطة بداية التحرر منه تأتي من الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي. أبسط إجراء ممكن ما ياخدش أي مجهود الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي. إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، مش المشهد الانتخابي اللي احنا شايفينه. على فكرة مش احنا بس اللي شايفين المشهد ده، الناس شايفاه، وانا اسف في التعبير القاسي ده، الناس شايفه المشهد ده وقرفانه منه ومش راضيه عنه، ولن يؤتي ذلك ثمارا طيبه، وهينقلب على من صنعه. احنا محتاجين نعمل تحرير للسياسه في مصر من هذه السيطره، من هذا التسلط، من هذه السلطويه. محتاجين انتخابات تعكس اراده الناس. مسألة مش صعبة على فكرة، وموجودة في كل بلدان العالم بدرجات متفاوتة. احنا من أقل بلدان العالم اللي بتشهد انتخابات ديمقراطية، مش بس في الرئاسة ومش بس في البرلمان، ده في النقابات، ده في الجمعيات، ده في كل المجال العام. لا نرى انتخابات ديمقراطية نزيهة نرضى عنها أو نعتبرها مرضية، مش هقول جيدة، مش هقول ممتازة. احنا محتاجين نحرر الاقتصاد المصري. مش ممكن الاقتصاد المصري يدار على مدى 70 سنة بمنطق سيطرة السلطة، بمعنى ان السلطة بتنافس القطاع الخاص، ان السلطة بتقهر القطاع الخاص، ان السلطة بتحاصر القطاع الخاص. ده مش ممكن يبقى اسلوب إدارة اقتصاد يراد له انه ينمو. في كل بلدان العالم في هامش لملكية الدولة، في هامش لملكية الدولة، في دور للدولة في الاقتصاد، في دور للدولة في الاقتصاد. من بين هذا الدور ان ما تبيعش حديد الصلب. احنا يعني احنا بنعمل اشياء تبدو متناقضه بشكل صارخ. انت في الوقت اللي بتبيع فيه الحديد والصلب، اللي هو يفترض ان ده اللي يبقى هو ملكيه الدوله، في الوقت اللي انت بتراودك افكار حوالين بيع قناه السويس اللي هي مفترض تبقى ملكيه الدوله، في الوقت ده نفسه انت بتسيطر على كل المجالات الاقتصاديه اللي القطاع الخاص بيشتغل فيها. وهذا امر غير مفهوم وغير منطقي، ومن نتائجه البسيطه الواضحه لكل ذي عيان ان انت بتتكلم عن هروب الاستثمار الاجنبي وعن هروب الاستثمار المصري كمان. احنا الدائره الدوليه بتقول ان عشرات المليارات من الدولارات في مصر موجوده، لكن الناس محجمه انها تشارك وانها تصنع وانها تزرع، لانها مش قادره تشتغل في ظل هذا التضييق على السوق، في ظل هذه المنافسه غير العادله. احنا محتاجين نحرر المجال العام المصري. مصر ما فيهاش نقابات، النقابات تحت سيطره الحكم والحكومه. مصر ما فيهاش جمعيات اهليه، فيها قانون جمعيات اهليه يعني يعتبر نموذج يعني للبلاد غير الديمقراطيه في اداره النشاط الاهلي والجمعيات الاهليه. احنا محتاجين باختصار ان نتحرر من هذا النظام. انا بقول ببساطه، اذا كنت بعبر عن بديل مدني ديمقراطي، فهذا البديل ضربة البداية فيه هو إصلاح هذا الوضع. هو إن أنا مش داعية لصدام صفري، أنا مش داعية لتصور بيقول إن إحنا من الممكن إن إحنا نتغير بين يوم وليلة، بين عشية وضحاها. ده مش هيحصل. إحنا محتاجين طريق طويل للتغيير، محتاجين ببساطة، وأنا بستعيد هنا كلمات يعني يذكرها معظم الحاضرين، محتاجين نستعيد تحالف 30/6، محتاجين نستعيد تحالف يمكننا ان احنا نقطع خطوات على طريق اصلاح سياسي واقتصادي طويل المدى في اتجاه بناء دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه. المشكله في مصر ان احنا قدام نظام مصر يعيد انتاج نفسه بطبعه جديده، لدرجه ان احنا بنلاحظ دلوقتي كلنا ان النظام حتى بيقدم نفسه اكثر من مرشح. يعني في مفارقه برضه غريبه، يعني احد المرشحين بدا حملته الانتخابيه بانه بيأيد يعني. وبعدين احنا رايحين فين طيب؟ يعني اذا ما عجبكش النظام الذي يمثله فلان خده، وقد اصبح يمثله فلان بشرط. هل ده